مش هتقدر تصدق المعلومه دي ان احمد مكي بقاله 13 سنه غياب عن السينما. عن اخر فيلم عمله هو سمير ابو النيل. انا بصراحه مستغرب لحد دلوقتي واحد زي موهبه احمد مكي ازاي لحد دلوقتي ما عملش سينما. يعني هو مركز جدا على المسلسلات. انا لحد دلوقتي مش قادر اتخيل الرقم ده ان احمد مكي غايب عن السينما بقاله 13 سنه. يعني 13 سنه ده كان ممكن احمد مكي يعمل شويه افلام جامدين. موهبه احمد مكي دي خساره بصراحه. حسيت احمد مكي عنده اكتر من كده. يعني هو عمل شويه افلام حلوين جدا، عمل طير انت، لا تراجع ولا استسلام، اتش دبور، حاجات جامده جدا بصراحه وحاجات كوميديه. بس لحد دلوقتي انا ما زال منتظر احمد مكي. انا مش عارف ايه اللي حاصل يعني لحد دلوقتي. يعني بصراحه الراجل مركز جدا على المسلسلات والكبير قوي خد منه فتره جامده جدا من كاريره. انا اتمنى من احمد مكي ان هو يبتدي يشتغل ويركز في السينما اكتر. بصراحه احنا مفتقدين جدا لاحمد مكي في السينما. احمد مكي واحد من اهم المواهب في جيله. بصراحه خساره جدا ان هو بقاله 13 سنه غياب عن السينما. اتمنى احمد مكي يرجع ونشوفه في السينما الفتره الجايه. اتمنى يعني. لو عجبك المحتوى بتاعي وعايز تشوفني مره تانية ما تنساش تعمل لي فولو. يلا سلام.